بس وقف هني بس. حاضر يا معالي العمدة. اسمع، هتخلص كل المشاوير اللي انا جايه لك عليها وتيجي تقف لي هنا ترن عليا رنه واحده على التليفون. اكتر من رنه قسما بالله لا افتح عليك. حاضر، انا هنزل اساعدك. تساعد مين؟ تساعد مين يا ابني؟ ده انا اساعد بلدك كلها. انت فاكرني كتعه ولا ايه بقى؟ هنقف نقضي اليوم في الهري والعجن؟ يلا شوف مصلحتك، اتكل على الله، ربنا يستر طريقك. جو اول ما توصل لمصر تقومي قلبه في ثانيه وتتكلمي زيهم. وانت ما تعرفش ان انا قضيت نص عمري في مصر ولا ايه؟ ها؟ بعدين عايزني ادخل جوه عيال اخويا يتريقوا عليا؟ يلا اتكل على الله. غور جبري لم العفش. هي رنه واحده. ها؟ حاضر. يعني انت مين بقى يا حلوه يا اموره؟ انت مين؟ افندم. فندم ايه؟ مين من العيال ولاد اخويا اللي جايبك هنا؟ ولا كلهم مع بعض جايبينك هنا ليه؟ قولي لي يا اختي، انت هنا ليه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا ما اسمحلكيش. تسمحي ايه وما تسمحيش ايه؟ وانا لسه هسمح لك. في ايه؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب؟ في ايه؟ انت يا حسن؟ انا ايه؟ يا حسن بترتكب الرذيله في بيتك يا حسن؟ ده انا قلت العيال الصغيره اللي زينب عملوها. انت فاهمه غلط. لا انا بفهم كويس قوي يا حسن. جايب الست دي هنا ليه؟ ولا فهمت. هي دي اللي اسمها ام مازن اللي بتقولي عليها انها بتنظف لك البيت؟ قولي لي بقى، مازن عارف؟ قولي لي بصراحه يا زينب سيبيني اتكلم. اتفضل يا حسن، قول انت. المهندسه ناديه رئيسه مجلس اداره الشركه اللي انا شغال فيها. زينب اختي الكبيره. اخته الكبيره اللي بتفهم في كل حاجه. ما تاخذنيش، اوعي تزعلي مني يا ست المهندسه. مهندسه بجد؟ ما تزعليش مني، معلش حقك عليا. عن اذنك، بس لازم حضرتك يبقى عندك شويه نظر اكتر من كده. يا اختي هو انا قلت حاجه؟ فكرتك خلاص ام مازن. يا زينب خلاص. فكرتك ام مازن في ايه؟ اتفضلي الله. يا باشمهندسه اتفضلي. انا متشكره قوي يا دكتور. لا بتشكريني على ايه؟ بس انت قالت لي ان انت فضلت قاعد جنبي لحد ما اطمنت عليا. الحمد لله على سلامتك. انا عملت اللي عليا، المهم تكوني كويسه. بس انا مبسوطه ان ده حصل. يا ريت بقى تكمل جميلك وتخليك معايا بقيه الجلسات، وانا اوعدك اهو من دلوقتي ان انا مش هتكلم خالص خالص. الراحه النفسيه اللي بتحصل بين الناس وبعضها يا ابني محدش عارف هي بتيجي منين، وانا ارتحت لك. يعني لو تقدر تكمل خلاص. لو ما انتش عايز انا برضو مش هزعل منك. اهلا وسهلا يا باشمهندسه. حسن، انا كنت يا زينب تسلمي ايدك يا حبيبتي. خد يا اخويا كوبايتين الشاي بالهنا والشفا وشويه الفايش دول عشان تفتوا فيهم. فايش ايه وفت ايه بس؟ الله، ما تحرجناش قدام الضيفه يا حسن، لازم نقدم لها حاجه. بقول لك يا اخويا، اوعى يا حسن تكون ماشي مع الوليه دي وبتضحك على اختك. وطي صوتك، بقول لك رئيس مجلس الاداره. حسن، هو في برضه رئيس مجلس اداره بقصه وحلو كده؟ يلا يا زينب، يلا يا زينب. منوره يا باشمهندسه، منوره. اتفضلي يا باشمهندسه. دي حاجه كده من زياره زينب اختي من البلد، ما اعرفش تكوني عارفاها ولا لا. طبعا عارفاها. فايش. هو انتوا منين من الصعيد؟ من اسيوط. انا امي من سوهاج. صحيح، رمزي قال لي انه من سوهاج. تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ والحقيقه جيتك على راسي من فوق، بس فكرة انك تعرفي ظروفي من رمزي تيجي عشان تتعاطفي معايا، انا ممكن استوعبها من منطقة ان انت اخت صاحبي دي، لكن على مستوى الشغل انا ما بحبش كده خالص. حضرتك فاهم غلط خالص. انا مش متعاطفة معاك نهائي يا باشمهندس. حتى لو كنت جاي تعتذري. اعتذر؟ حضرتك اللي المفروض تعتذر.
على اسلوبك وطريقتك وتجريحك ليا في المكتب. الصراحه انا ما كنتش مصدقه خالص. طيب انا بقى بعيد عن الاعتذار والتعاطف، انا احب احط نفسي مكان الشخص اللي انا باخد له قرار، ولما عملت كده اكتشفت ان انت صح يا باشمهندس. ما ينفعش تكسب شغلك على حساب ولادك. انا مقدره ظروفك، انت اب ل4 ولاد، وصدقني ده مش تعاطف خالص، ده احترام. بس برضه انا ما جيتش عشان اقول الكلمتين دول، امال حضرتك جايه ليه؟ عشان اتاكد بنفسي، لان رمزي مش دايما بيقول الحقيقه. وحضرتك كنت متخيله ان انا ورمزي عاملين عليكي فيلم عشان تتعاطفي معايا؟ مش حضرتك اللي مقصود خالص يا باشمهندس، بس كان لازم تبقى دايركت معايا وتشرح لي. انا مش مطالب اشرح ظروفي لحد. لازم تبقى واضح يا باشمهندس. وحضرتك اديتيني فرصه اتكلم اصلا. حضرتك بتعلي صوتك عليا في بيتك، بجد طريقتك فجة. وطريقتك انت ايه؟ انا؟ امال انا؟ انت. انا مش فاهمه انت صعيدي من اي اتجاه. لا من فضل حضرتك. انا غلطانه ان انا جيت. افضل بقى فت في الفايش ده انت وام مازن. من فضلك يا باشمهندسه اتفضلي ارتاحي، من فضلك خلينا نكمل كلامنا. صباح الخير. صباح النور. الباشمهندسة لسه ما وصلتش؟ لسه. طب ما فيش أي جديد عن حسن؟ لا، بس هي بعتت لي رسالة الصبح وقالت لي ما تبلغيش حد بالقرارات ولا حتى الباشمهندس رضوان. ليه؟ هو الباشمهندس رضوان ما كانش يعرف؟ حاولنا نوصل له امبارح طول اليوم، موبايله كان مقفول، بس الحمد لله يمكن تكون الحيزبونة دي راجعت نفسها في العك اللي هي عايزة تعكه. ما نتكلم كويس عن الناس. لا إله إلا الله. ربنا يجيب العواقب سليمة. تفتكر ممكن تراجع نفسها في القرارات دي؟ صباح الخير. الرئيسة جوه؟ ازيك؟ أهلا. لا يا باشمهندس، لسه ما جاتش. بقول لك ايه يا عفاف، هو في أي أخبار جديدة؟ بخصوص ايه؟ يعني ترقيات، تنقلات. ده اللي فكرت فيه، مهندس شاطر يدخل ينظف إدارة مليانة تجاوزات. انا لو مكانك كنت اسيبه زي ما هو كده واحط عيني عليه وارصد تجاوزاته لحد ما اقدم ملف للرقابه الاداريه. وده اللي أنا كنت هعمله عن طريقك أنت. لما أنت تدخل مكانه كل المهندسين والمقاولين اللي بيشتغلوا معاه كانوا هيحكوا لك ويدوا لك بدل الدليل 10 عشان يكسبوا ولائك، وكنت هقفل أي تجاوز بيحصل في المشاريع اللي شغالة دلوقتي. انت متخيله ان واحد زي رضوان هيسيب دليل وراه؟ هيقول لك اثبتي. عشان كده بقول لك خليه مكانه وخلي عينك عليه. انا قلت الكلام ده للمهندس عبد التواب رئيس مجلس الاداره السابق، بس هو كان كل اللي همه ان المشاريع تخلص وتتسلم في ميعادها وبس. أنا عاوزة أطلع بالشركة دي لفوق. عندك استعداد تكون معايا يا باشمهندس بعد ما وضحت لنا الأمور اللي كانت غايبة عننا؟ انا ما كانش غايب عني حاجه يا باشمهندسه، وحاولت اوصل لك اكتر من مره ان انا في ظهرك وهساعدك. هو حضرتك عاوز إيه يا باشمهندس بعد كل اللي قلته لك؟ انا مش عاوز حاجه. براحتك. أنا ما رحتش الشغل وجيت لك، وعندي استعداد إن أنا أرجع في قراري ده لأني عرفت ظروفك واحترمتها. كنت اتمنى تحترمي كلامي قبل ما تحترمي ظروفي. تاني معاك لبكرة الصبح يا باشمهندس، وهستنى ردك. انا رديت خلاص. طب طول بالك لحد بكرة الصبح، يمكن ترجع في كلامك. انا عندي كلام يا باشمهندسه. لما اتقابلنا كذا مرة صدفة انت قلت لي ان ده قدر لطيف يخلي فيه حوار بينا، ودلوقتي مش قادر تحترم القدر اللي خلى رمزي يحكي لي عنك. خيبت ظني فيك يا باشمهندس، عن اذنك.